صباح الكبده الكبداكي. هات ياض كرسي من عندك. لو جيت سألت أي حد مين اللي دخل التعليم مصر هيقول طب والصناعة، الزراعة، السد العالي، تشعب منعين. محمد علي هو السوبر هيرو اللي عمل كل حاجة. زي ما أبو جابر كده مقتنع إنه لو نط شمال أكيد هتظبط المرة دي وهيصها. كف رقيق والصغير بكر يا عيون فنان محتار يا ابو ضحكه وصوتها في قلبه بكر بيغني ليل ونهار بكر بكر بكر. ايه العباره يا كبداكي؟ العبارة في العمارة. اسمع، موضوع التعليم موجود من 7000 سنة. أيام ما جدي وجدك كانوا بيتكلموا هيروغليفي. طبعا زي أي إنسان عاقل مفيش حاجة نكتب عليها، إحنا نكتب على الحيطة كل حاجة بقى. حبيبتك ثابتة اكتب ضربت 10 النهاردة في حرب الزبارة اكتب. بعد ما جدي وجدك خلصوا المحاضرة هعمل معاك واحد جه الملك ابن حطب الثالث وقال جامد قوي والله يا شباب الكلام ده، يلا بقى اهدوا. فل عم اشرف، ما ابيض احمد حسن من خط حلوان. صباح الفل عم اشرف، انا احمد حسن من حلوان. وهزر جه وقال احنا هنعمل معبد ونجيب كل الكتابات دي ونحطها في المعبد، وامر ببناء بئر عنخ، يا رب اكون بقولها صح، او ما يسمى ببيت الحياه. وبئر عنخ او بيت الحياه كان بجد اول مدرسه في مصر، كانت بتعلم المثقفين بس والاغنياء والناس الحاكمه في الدوله، وعامه الشعب الكلاب ولاد الجزم لا ما عندهمش. عشان بعد ما جه الفتح الاسلامي مصر على يد عمرو بن العاص، وبنوا جامع عمرو بن العاص اللي هيكون مكان تطوع انها تروح تقعد وتاخد كورس تنميه بشريه برايفت وببلاش. ستات ناقص تطلع له ست في كيس الشيبسي، كل حاجه ستات مغريه، ودي قلتها كتير. ليه يا رضوى اغراء اغراء؟ عشان كل الستات بتغري. الست اللي واقفه في السوبر ماركت عامله وحاطه له بيرسنج هنا وحاطه له هنا مش عارفه ايه. الواحده اللي بتكلمه في البرنامج ما تجيش تقولي لي انا غري ليه حبيبتي، كل الستات التانيه بتغري جوزك الا انت. كل الستات التانيه بتغري جوزك الا انت. هيغض الراجل هيمشي يعمل كده ما هو غاضب. بعدها بنوا اعظم بجد اختراع وبناء وهو جامع الازهر، ده اللي بجد نقول عليه اول مدرسه مصريه حقيقيه شبه بلاد بره، لان ملك مصر ساعتها كان بيأجر، لا مش عبد زين كان بيأجر علماء ومدرسين سافروا بره وجيهم جامع الازهر يقولوا بقى ويعلموا الناس اللي شافوه في بلاد بره. ايوه بصراحه بحضر الحلقه جيت اشوف عصر الدوله الفاطميه، لقيته تاريخه يعتبر فاضي وما فيش اي حاجه اهتموا بيها بالتعليم. لحد ما جه صلاح الدين الايوبي وعمل واحد مع الفاطميين، والحاج صالح ايوب جه عمل واحد مع مصر وعمل دوله المماليك. وبعدها سليم الاول صاحب الدوله العثمانيه يدخل مصر ويعمل اهم دوله في تاريخ مصر من حيث التعليم. احنا دلوقتي بنتكلم عن الدوله العثمانيه. نعمل سكيب لفتره حلوه لحد ما نوصل للكينج المرعب محمد علي باشا، اللي تحول من قائد الجيش العثماني لحاكم مصر الاول. محمد علي اصلا اصله من دوله البانيا ومعاه الجنسيه اليونانيه والتركيه، دي نتيجه لتعدد الزوجات. قصدي برافو. كانت الكارثه الوحيده اللي محمد علي عملها اول ما دخل مصر، قال خلاص انا هروح اعمل زي بلاد الغرب، وراح بالظبط قلد انجلترا وايرلندا واليونان. طب يا عم محمد علي ادرس الشعب المصري وافهمه واعرف معدل ذكاء الشعب المصري. لا انا هعمل اللي انا عاوزه واللي يقف قصادي هركبه المرجيحه زي عمر عشان يبدأ يعمل مدارس عسكرية ومدارس عليا، فاكر بتاعت الأغنياء بس، ومدارس الابتدائية. سنعود بعد قليل. ونعمل ماستر واللي لا 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 واللي لا 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 لا. عدنا. وعمل ساعتها أغبى حاجة في المدارس العسكرية في أوروبا، في أمر اسمه ترجمته يعني بالعربي بيقولوا يحيى الوطن يحيى العلم. جه عمك محمد علي قال لا احنا نحوله المدرسة صفا بسم الله مدرسة انتباه الله أكبر. يا عم محمد علي ده أمر عسكري اللي دخل ده لده، هو كده أنا عاجب. يا عم محمد علي باشا إيه هي خطتك عشان تكمل مشروعك التعليمي الضخم ده اللي حرفيا اتصرف عليه مئات الآلاف وتقدر تسلمه للأجيال اللي جاية وأنت مطمن؟ طب يا عم محمد علي هل هتقدر تطلع لنا باحثين وعلماء بعد كل ده، وهتقدر تشرفنا في مشروع ال GIMSS وال BIRLS؟ ده ايه دول يا معلم كبدة؟
سنعود بعد قليل. عدنا. PIRLS ده باختصار Progress in International Reading and Study، ونقدر نترجمه ونقول ان دي نسبة الناس اللي بيقروا في مصر وبيحسوا باللي بيقروه وبيعرفوا يوصفوه، حاجة كده عاملة زي مظاهر الجمال اللي كنت بتسمعها لأمك في ابتدائي. لأول مرة هقول لفظ بس والله بدل ما بيحفظوها هم بيجيبوا لهم أبيات شعر ويقول لهم يلا حطوا قشطة. أما ال GIMSS اللي هو اختصارا ل Trends in International Mathematics and Science Study، وده بيهتم انه يعرف مستوى الرياضة والعلوم عند الشخص. هتقدر يا عم محمد علي على كل ده، كل الأسئلة دي والله هتقدر تعرفها لما تشترك وتعمل لايك وتقول رأيك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله.